السلام عاشي، السلام دائري، السلام عليكم. مساء الفل يا عم بغاوري. ايه هنعمل ايه مع الكورنيفوار؟ هنعديها ولا قضي الامر؟ كورنيفوار؟ مين الكورنيفوار دول يا عم بغاوري؟ الكونيفور بس يا لمونة انت وبلكونة، اسمها الكوتيفوار، يعني الساحل العاج، يعني الأفيال يا جاهل منك ليه. اه، فاكرهم دول. مش دول بتوع مش دول بتوع ابو ركبه واليايا توريزم. اه دول كانوا معقديننا دول. يا ابني أبو ركبة مين يا ابني ولياية توريزم مين يا ابني؟ انت هتجيب لي الشلل. اسمه دروجبا، دروجبا يا لمونة، دروجبا ويايا توري. أنا هحلل النهاردة أنا وعاطف عشان نتلاقى ذهنيا كده ونوصل للمشاهد الفكرة الصح إن شاء الله. أنا رأيي الأرستقراطي بيقول إن الكابتن حسام ما يلعبش في التشكيلة ولا يغير في التوليفة. يعني مثلا إبراهيم عادل بيلعب جناح، يبقى زي ما هو جناح، ما يدخلوش في العمق، كده العملية هتغوط مننا قوي. الله عليك يا ديجن، هو ده الكلام. وبعدين أنا مش عارف هو ما بيلعبش مصطفى محمد ليه، مقعده جنبه، يعني يبقى عنده مهاجم كبير ويجي ينزله لي في الدقيقة 118 يضيع بوقت؟ هو ده اسمه كلام طيب؟ وإمام عاشور أنا ما أعرفش بصراحة ما يقعدوا لا جنبه كتير. إمام عاشور لو بنص رجل يلعب يا باشا. ما هو مش مقتنع بيه، وقال عليه ان هو كوارتر، يعني ربع يعني. أنا قريت في مجلة أرجنتينية اسمها علمني الكورة يا أرماندو، سيب الكورة للإفواريين واخطف لك بالمرتدة جونين. هو ده الكلام يا باشا، يبقى المفروض نلعب زي ما لعبنا مع جنوب أفريقيا، نسيب لهم الكورة بس نطلع صح في المرتدات عشان نعلم عليهم بجنين يجيبوا أجالهم، واحنا كعبنا عالي على الأفيال واحنا دايما بابا المجال. انا بقى نفسي افهم عم الغاوري بقى، يعني ايه كعبنا عالي عليهم دي؟ بسمعها كتير بس مش فاهمها. هيفهمها لك لما نخلص عليهم ونوصل قبل النهائي. اللي أنا عاوز أقوله يا مغاوري بيه إن الكوتيفار خطورتها في الأجنحة، وده اللي لازم نعمل حسابه كويس. يا ابوي يا ابوي يا ابوي، ده عندهم جناح الواد ابو 19 سنه ده خارب الدنيا. الواد ديالو الواد في ماتش بوركينا فاسو وسط 3 4 ما يجيب جنبه كله راحه. ايه الواد الفاجر ده؟ يبقى المفروض نقص لهم جناحاتهم بقى، بالبلدي كده يعني نقصقص لهم ريشهم. أنا كلام لمونة عن قصص الريش والأجنحة أو حالب فكرة، ومنها ناخد التشكيل الأمثل لمنتخب مصر. فهمتك. انت عايز 2 ارتكاز، يعني مثلا يلعب بمروان عطيه وجنبه مهند لاشين، وممكن يلعب قدامهم بامام عاشور وقدام يلعب بصلاح ومرموش جنب بعض، الاتنين ان شاء الله يفنشوا اي مرتده. بالظبط كده، وقدامهم مرموش وصلاح تكسب مرتاح.